منها صافية سبحان الله. صدقت. يجي مو منا، هو منا يجي اكثر. ديش البلوكه الكبيره ديش. السلام عليكم. اليوم احنا بضيافة الشيخ العيبي. كثير هلا بيكم يا بعد روح ونتشرف بهالفريق هذا. جزاك الله خير. حقيقة يعني من طلعنا اليوم على البراري يعني جو لطيف وجو منعش وماخذين راحتنا أكثر من اللازم. الحمد. وجه كلمة للي جاي يذبون أوساخ. هسه أشوفها هاي الأوساخ اللي جاي يذبونها، شنو تنصحهم؟ شنو تقول؟ والله العظيم يعني هاي مكانات جاي نطلع بيها مفروض نحترمها، ولا نظل نزبل بالمكان اللي احنا بيه. مفروض احنا من نخلص اللي مشكوا زباله شنو صاختنا على الاقل نشوف البر نظيف. نشوف البر نظيف. أعزائي المشاهدين مستمرين وياكم بسلسلة حلقاتنا الكشتات في البر، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا ربي عيد سعيد على الجميع، أمن وأمان إن شاء الله. شو اشتغل على غير ما البيت الجاني شنو؟ ولك حطب جاي شله. الشمس طالعة جاي تمطر علينا سبحان الله. الأعزاء هسه أول ما تبلش تحط البصل، باعتبار اليوم احنا كشتتنا شوية هواي لازم نكثر بالبصل والثوم والفلفل الحار. مطر اليوم طبخ داخل مطر ابو فاطمه. اليوم طبخنا داخل لان مطر، اجواء برا مطر. هسه النوب احنا اليوم اكلتنا قطه، اليوم جبنا قطه، فهاي نحط القطه ونحمسه ويا البصل عدل. هسه من حطيت انت القطه، هسه النوب تحمسه ويا البصل شويه تطلع ريحته على مود يصير شغلك عدل. الطماطة والبوتيتا والفلفل البارد والفلفل الحار هاي كلهن تذبهن وهم تحمسهن ويا الطير. وهسه حاليا بعد تغلق الجدر مالك حتى شنو الثاني لما ما يستوي. منها صافية سبحان الله، بس منها اجت غيمة كبيرة يعني.
شايف هاي المارك اذا طيح على الاخير نوبه صالح جيرين صالح فور ويل يسحبنا ويطلع. يلا ابو فضله بكشتك صلاح البراري. هسه شو نسوي هنا؟ حياكم الله متابعينا الاعزاء. والله هنا بالبيئة بالنار شوف النار شوف النار مساعدة اللي خطيرة شو النار باوع الشباب هاي الناس هاي نزل الصمت من الحصن. قال له يا رب ما نطلع بعد خلينا نتاخر. يا زاد بالمركز يودي علي الصبح ذاك الزلمه موجود يمهم. كنا نشتغل بسامره، بعتذرون السامره كنا مشتغل بيها. ابو حنان راح وياي ومحمد عجمي الله يرحمه. رحنا نشتغل بسامره وين؟ منطقه الاسحاقي. الاسحاقي معروفه. بعد نشتغل بالطماطه، انا شفت طماطه بالمزارع مو هالقد. فؤاد كان طالع بيه حق شباب. قال لي شنو العلاج؟ قلت له هذا علاجك باذنجان وملح. صلحته. يدنا لازم ولو هي حتى مهوسه صارت علي بذاك الوقت. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقات القادمه. طبعا احنا بالنسبه للاوساخ ما شلناها، بس اوعدكم انه حلقه كامله راح نشيل هاي الاوساخ اللي لقيناها بالمكانات اللي كشفنا بها بهذا البر كلها. انتظرونا بالحلقات القادمه، في امان الله.